شهر دايما مليان خير يا رب علينا وعلى بلدنا. برحب بكل الساده ممثلي الانديه ال 21 الحاضرين معانا، كابتن هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الدولي والكاف والاب الروحي للكوره، وكل الساده زملائي اعضاء مجلس اداره الرابطه والساده الاعلاميين اللي مشرفينا، ودايما بتشرف بوجودي مع حضراتكم. الحقيقه ان الموسم ده شكله منعكس على المنظومه كلها بشكل محترم، بشكل فيه تنافسيه كبيره جدا. اعتقد ان احنا بقالنا كان مواسم كتيره ما بنشوفش التنافس يعني على المراكز، مش بس الاربعه الاولى، كان في تنافس يمكن من 4-5 انديه على المركز السابع في المجموعه، فبالتالي اعتقد ان ده كان هدف اساسي. يمكن احنا لما اجتمعنا مع حضراتكم في قرعه المرحله الاولى من الدوري قلنا ان احنا الموسم ده عندنا هدفين واضحين تماما: انتظام المسابقه ويكون في جدول منتظم، نرجع تاني للدوري المصري بالمواعيد العالميه، وده الحمد لله اتحقق الموسم الماضي وبيتحقق